السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك منتخب مصر، مبروك الكابتن حسام حسن، مبروك الجهاز الفني، مبروك الشعب المصري والجماهير المصرية على التأهل لدور ال16 بقيادة الكابتن حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري. ولا عزاء للشامتين ولا الحاقدين ولا الكارهين ولا الحاسدين، ونفس الناس دي تنقطنا بسكاتها، لا عايزينها تشيد بالمنتخب ولا بالكابتن حسام حسن ولا عايزينها تنتقد فيهم. احنا عايزينهم يسكتوا، يتفرجوا من بعيد على اللي المنتخب بيعملوا ويسكتوا. المنتخب المصري بيكتب التاريخ علشان يضرب موعد مع الارجنتين. زياد ابن لسه مبلغني دلوقتي ان منتخب الارجنتين اتقدم على منتخب كاب فيردي او الراس الاخضر بنتيجة 2-1 في الشوط الثالث، ويقينا بنسبة 90-95% منتخب مصر هيضرب موعد في دور ال16 مع منتخب الارجنتين، وان شاء الله قادرين على ان احنا نعدي موقعة الارجنتين. والف مبروك تاني للكابتن حسام حسن، والف مبروك للجماهير المصرية. ولو تسمع الكابتن حسام حسن قال ايه لما كلموه ما بين بعد انتهاء المباراة، كلموه قال بتهدي الفوز ده لمين؟ قال بهديه للجماهير المصرية، الناس اللي نفسها تفرح، الناس اللي مستنية اي حاجة تفرحها، وبهدي الفوز هنا النقطة اللي تحط تحتيها 1000 خط اللي الكابتن حسام حسن اتكلم فيها. قال بهدي الفوز للشعب الفلسطيني وللجماهير الفلسطينية، الناس اللي تعبت، الناس اللي كانت بتأزرنا وبنأزرهم، والف رحمة على شهدائهم. بنضم صوتنا لصوتك يا كابتن حسام، 1000 مليون رحمة على شهداء غزة وفلسطين، وهنفضل نأزرهم لآخر عمرنا، هنفضل نآزر فيهم. والف مبروك للشعب المصري. ونرجع للنقطة اللي احنا اتكلمنا فيها. انا عملت فيديو شورتس اللي قبل اللي فات من حوالي يومين، اتكلمت فيه ان لازم الكابتن حسام حسن يشرك هيثم حسن، لازم يشرك هيثم حسن في المباريات، لان هيثم حسن لاعب منتج. واحنا شفنا ده فعلا اول ما كان منتخب استراليا مستحوذ على الكوره ومستحوذ على نص الملعب ومستحوذ الكوره التانية على طول كانت بتاعه المنتخب الاسترالي. الكابتن حسام حسن لما نزل بتغيير هيثم حسن ونزل باطوال، نزل لاعب سرد باك، نزل حسام عبد المجيد، نزله في نص الملعب عشان طويل ويعرف ياخد الكوره التانية، لان الكوره التانية كانت بتاعتهم، لان اطوالهم ما شاء الله فوق ال190. فنزل حسام عبد المجيد. لما نزل حسام عبد المجيد في نص الملعب ونزل هيثم حسن، منتخب مصر استحوذ وراح على الجون وحقق خطوره وعمل خطوره على المنتخب الاسترالي. ولكن في النهايه صفارة الحكم نهت المباراة وحسمنا اللقاء بضربات الترجيح او درجات المعاناة الترجيحية. ولكن المهم الحمد لله للتأهل، الحمد لله للتأهل. الواحد كان قاعد على اعصابه، ولكن في النهاية هو في غلطات دفاعية الواحد دلوقتي مش هيتكلم فيها، لان الواحد مبسوط وفرحان الصراحة، ومش هيقدر يتكلم في الحاجات دي دلوقتي. لازم نعيش الفرحة، ومش عايزين نسمع صوت لأي منتقد لمنتخب مصر. احنا بنحب الكابتن حسام حسن وبنحب اللعيبة، وهنفضل ندعم الكابتن حسام حسن حتى لو ما خدش كاس العالم، زي الناس اللي بتنتقد ما بتقول لو خد كاس العالم مش هعترف بيه فنيا. لا مش مهم، احنا هنعترف بيه فنيا، والله احنا هنعترف، الجماهير هتعترف بالكابتن حسام حسن كمدير فني للمنتخب. واتحاد الكورة المصري بيجدد الثقة للكابتن حسام حسن وبيجدد له العقد. معلش انا اسف، انا طالع بتكلم وبرتجل في الكلام، لا كاتب سكريبت ولا كاتب اي حاجة، كل كلامي طالع من قلبي ومن الذاكرة، يعني طالع حطيت الكاميرا وطالع بتكلم. الاتحاد الكورة المصري بيجدد الثقة للكابتن حسام حسن وبيجدد له لحد 2030. الكابتن حسام حسن بيجدد عقده لحد 2030، وهيجددوا له راتبه في عقده، هيجددوا له راتبه في عقده، وهيبقى الاضخم في افريقيا، هيبقى الراتب الاضخم لمدير فني في افريقيا. وبقولها اهو، الكابتن حسام حسن جدد عقده ل 2030 وهيبقى اضخم راتب مدير فني في قارة افريقيا هو راتب الكابتن حسام حسن. وشهادة للحق هو يستحقها الكابتن حسام حسن وجهازه الفني. انا مش هنطق اسماء عشان ما انساش اسم حد. الكابتن حسام حسن وجهازه الفني بالكامل
بالكامل كلهم يستحقوا كل الدعم، وكلهم يستحقوا كل الإشادة، وكلهم يستحقوا كل التزكية وكل الكلام الحلو اللي قلناه واللي عمالين ندور عليه عشان نقوله مش لاقيينه. يعني مهما اقول من كلام في ثناء على الكابتن حسام حسن وعلى لاعيبة المنتخب وعلى الإدارة وعلى الباشمهندس هاني أبو ريدة وعلى كل اللي بيدعم المنتخب المصري وكل من هو واقف جنب المنتخب وكل من هو بيساند المنتخب، مش لاقي كلام عشان اقوله لهم الا شابوه وتحياتي المنتخب مصر، اللاعيبه الرجاله اللي لعبت النهارده برجوله وبروح. وزي ما قلت في فيديوهات قبل كده، قلت البقاء في كاس العالم لا هو عايز مهارات ولا هو عايز فنيات، هو فعلا محتاج قوه وطول نفس ولياقه بدنيه. فعلا كاس العالم محتاج، زي ما شفنا المانيا طلعت من باراجواي، وزي ما شفنا استحواذ كان للمغرب وكانت ممكن تطلع برضه، ولكن ياسين بونو هو اللي شال منتخب المغرب في درجات الترجيح وهو اللي خلاها تكمل في كاس العالم. ولكن تحياتي للكابتن حسام حسن وتحياتي للجماهير اللي كانت في المدرجات اللي كانت بتساند الكابتن حسام حسن. انتوا متخيلين رقم التذكرة او سعر التذكرة الخزعبلي يا جماعة؟ سعر التذكرة كان بيوصل $1000، يعني تقريبا حوالي 50,000 جنيه مصري. سعر التذكرة لحضور ماتش مصر واستراليا كان بيوصل $1000، يعني تقريبا بالمصري 50,000 جنيه مصري. متخيلين الرقم؟ ورغم كده الناس ما استخسرتش في المنتخب والجماهير ما استخسرتش في المنتخب وراحت حضرت مباراة منتخب مصر. انا عمال افكر والف في دماغي انا عايز اتكلم في ايه عشان ما انساش، ولكن برضو انا بنسى لان جوايا كلام كتير جدا متضارب في بعضه، عمال انقي كلمة من هنا وكلمة من هنا وكلمة من هنا عشان اقولها. واللعيبة طالعة من المباراة واقفة في الشارع اكنهم واقفين في حي شعبي، اكنهم واقفين في العتبة، في امبابة، هنا في الزقازيق، هنا عندنا واقفين بيحتفلوا وبيرقصوا في حنة واحد صاحبهم في الشارع. ما تفهموش الروح دي؟ فعلا الروح دي احنا مفتقدينها من ايام الكابتن حسن شحاتة. دايما اللعيب اللي ما بيلعبش وما بيبقاش في حسبة اصلا المدير الفني دايما بيفرح للعيبة اللي بتلعب ودايما بيآزر اللعيبة اللي بتلعب. ده اللي بنشوفه مع المنتخب الوطني فعلا، مع المدرب، اقصد المدير الفني الوطني فعلا. المدير الفني الوطني من بعد الكابتن حسن شحاتة الكابتن حسام حسن ماشي على نهج الكابتن حسن شحاتة وعلى نهج الكابتن من قبليهم الكابتن محمود الجوهري، ان هو فعلا بيدي اللعيبه حماس وبيدي اللعيبه وطنيه. دي فايده المدير الفني الوطني، بيعرف يضخ روح الوطنيه جوه اللعيبه. الشعب يا رجاله، الناس يا رجاله قاعده بتتفرج عليكم، الشعب المصري عايز يفرح رجاله، هو المدير الفني. لكن المدير الفني الاجنبي هيبقى فنيات تكتيك في الملعب بس، تكتيكات وتكتيك وفنيات في الملعب بس، ده اللي يهمه. لكن هو مش باصص لجماهير، مش باصص، لا هو باصص لشغله لاكل عيشه بس. لكن المدير الفني يعني الكابتن حسام حسن عنده استعداد انه يشتغل ببلاش. الكابتن حسام حسن عنده استعداد يشتغل ببلاش. ليه؟ لانه مدير فني وطني وبيحب البلد دي وينتقده من ينتقده. الكابتن حسام حسن راجل وطني وبيحب المنتخب وبيحب يفرح الشعب المصري. الراجل ده اقسم بالله انا بقولها ودي وجهة نظر، هو في حاجة لله. كابتن حسام حسن راجل سالك ما بيشيلش ضغينة لاي حد، ومعنى ان هو يروح يشتكي حد يعني معناه ان الحد دوت انتقده انتقاد لاذع، انتقاد لاذع مش انتقاد فني. ما كل اي مدير فني بينتقد، وبينتقد في التشكيلة، في التكتيك، في الفنيات. لكن معنى انه يوصل لانه يشتكي حد يبقى الحد ده انتقد الكابتن حسام حسن انتقاد جارح ولاذع، فيستحق ان هو حد يشتكيه، انه يقاضيه. لكن ان هو ياخد كاس العالم مش هعترف فيه، لا براحتك يا باشا ما تعترفش بيه. احنا كمشجعين منتخب مصر هنعترف فيه بيه ونشيله فوق راسنا. وبقولها ان شاء الله للتاريخ، الكابتن حسام حسن والمنتخب والجهاز الفني بالكامل قادر
انه يخطي موقعة الارجنتين وانه يعدي منتخب الارجنتين ويضرب موعد مع اي منتخب تاني هيقابله في دور الثمانية. المنتخب قادر على انه يعمل ده، لان الروح اللي انا شايفها في اللعيبة، الروح دي روح قتالية فعلا. الروح دي ممكن توصلهم لنهائي كاس عالم، والله اعلى واعلم، والله قادر على كل شيء. محدش يستبعد دوت، محدش يستبعد ان منتخب مصر ممكن يوصل لنهائي كاس عالم. الشوط الثالث دلوقتي بين الارجنتين وكاب فيردي، الارجنتين احرزت اول هدف عن طريق ميسي، ولكن كاب فيردي اتعادلت وراحوا للشوط الثالث والرابع. الشوط الثالث الارجنتين تقدمت بهدف، بقت النتيجة 2-1 لصالح الارجنتين، ولكن لسه الشوط الثالث ما خلص ولسه في شوط رابع. كاب فيردي قادره ان هي تعود بالمباراه، انها تجيب هدف ويروحوا لضربات الجزاء. ضربات الجزاء ما بتعترفش بفرقه، ما بتعترفش اسماء. ضربات الجزاء دي ضربات حظ بحت. ممكن فريق بيلعب في الدرجة الثانية في الدوري المصري يكسب اسبانيا وفرنسا في ضربات الجزاء، لان دي ضربات حظ ترجيحية ما بتعترفش باسامي، ما بتعترفش بفرق. ولكن في النهاية انا طبعا عمالها مش عارف اقول ايه وعمال افكر اقول ايه، ولكن تصريحات الكابتن حسام حسن تصريحات اثبتت لنا ان الراجل ده اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم له كل الدعم، واثبتت لنا ان الراجل دوت راجل محترم وراجل وطني وراجل ما بينساش قضية اخواته وجيرانه، وراجل في كل الصفات اللي انا مش عايز ولا نزكيه على الله عز وجل، ولكن راجل يعني هو ده اللي بيصمد على فكرة مع الشعوب. انت لو جيت تتكلم مثلا عن الكابتن محمد ابو تريكة، كابتن محمد ابو تريكة تلاقيه شوف لعيب كوره، لعيب ما فيش كلام ولا في جدال عليه، بس تلاقي معاه لعيبه ثانيه لعيبه كويسه. تلاقي بركات لعيب كويس، تلاقي حسام غالي، انا بتكلم على مستوى النادي الاهلي، تلاقي حسام غالي لعيب 10/10 ولاعيب اسطوره برضه في النادي الاهلي، وبركات لعيب اسطوره في النادي الاهلي، وتلاقي وائل جمعه لعيب اسطوره في النادي الاهلي. نروح لنادي الزمالك تلاقي حليم علي لعيب اسطوره في نادي الزمالك، تلاقي شيكابالا لعيب اسطوره في نادي الزمالك، تلاقي عمرو زكي لعيب اسطوره في نادي الزمالك. بس ليه ابو تريكة مميز؟ انا بعرفك ليه اللعيب اللي بيبقى مميز والناس بتقتدي بيه. ليه بيبقى مميز؟ لانه ما فصلش الكوره عن مبادئه واعتقاده. يعني اعتقاده دخله في الكوره، كان يعني اعمال صالحه، صدقات، بيآزر اخواته في غزه وفلسطين. كان دي الحاجات دي قعدت مع ابو تريكة وعملت جماهيريه، لان دي شخصيته ودي طبيعته اصلا. زي نصير مزراوي، نصير مزراوي لاعب المغرب، نصير مزراوي في وقت من الاوقات كان وليد الرجراجي كان عايز يضمه للمنتخب، لكن هو رفض، قال لا انا رايح اقضي فريضة الحج، رايح أأدي فريضة الحج. تخيل انه رفض انه ينضم للمنتخب المغربي في وقت من الاوقات، وفضل انه يروح يقضي فريضة الحج اللي ربنا عز وجل كتبها عليه. تخيل ان نال اشادة من كل الجماهير المغربية رغم انه رفض انه ينضم للمنتخب. ليه؟ لان في حاجات بتخلد، في حاجات بتخلد، انك انت في اكل عيش وفي لعب وفي ان دي كشغلانه بتاكل من وراها عيش وفاتح منها بيتك لكن في حاجه اسمها هويه، في حاجه اسمها اعتقاد، في حاجه اسمها مبادئ ما ينفعش اتخلى عنها. نصير مزراوي دلوقتي بقى قائد في قلب المنتخب في قلب المنتخب المغربي، هو اللي لم المنتخب المغربي وخلاهم سجدوا في اخر مباراة في الملعب. لاعب بيحتذى بيه وبيقتدى بيه، والحاجات دي اللي بتخلد. يعني ممكن واحد زي ابراهيم دياز، شوف لاعب محترف وريال مدريد، تلاقي الجماهير المغربية قلبها وحواسها وكل مشاعرها راحة يمة نصير مزراوي. ليه؟ لانه هو عرف يخلط ما بين مبادئه وما بين دينه، دخلهم الاتنين في بعض، لان الدين مش هيتفصل عن الحياة. نفس الكلام ابو تريكة بيعمل نفس الكلام، وهي دي مش بيتصنعوها، دي حاجة جواهم جبليا بالفطرة. ونفس الكلام وعلى نفس النهج ونفس الضرب الكابتن حسام حسن بيتكلم دايما بينسب الفضل لله، ثم للأخذ بالأسباب، ثم بدعاء الجماهير. شفت الترتيبة؟ ترتيبة راجل من جواه عنده معتقد وعنده فلسفة دينية، ان هو رتب الموضوع فعلا.
اول حاجة هو فضل من الله عز وجل، وتاني حاجة هو خد باسباب الفوز وباسباب النجاح فربنا وفقه للنجاح، تالت حاجة بدعاء الجماهير. وجه في المباراة دي برضو بعد ما جم بيستضيفوه بعد نهاية المباراة قال طبعا انا بهدي الفوز للشعب المصري اللي نفسه يفرح، للشعب المصري اللي قاعد وسهران وبيتفرج علينا، وبهدي الفوز برضو للشعب الفلسطيني. ما نسيش اخواته من الشعب الفلسطيني، ما نسيش الشهداء اخواته من الشعب الفلسطيني. فتحية للكابتن حسام حسن وتحية للشعب الفلسطيني، وأسأل الله عز وجل أن يرحم شهداء غزة، اخواتنا في غزة. أسأل الله عز وجل أن يرحم شهدائنا في غزة، وأسأل الله عز وجل أن ربنا يوفق المنتخب المصري علشان خاطر الشعب المصري والجماهير المصرية، وعشان خاطر الراجل المحترم، الراجل الطيب، الراجل السالك من جواه الكابتن حسام حسن واخوه الكابتن ابراهيم حسن. ربنا يوفقهم ان شاء الله في موقعة الارجنتين. وبكده اكون وصلت لنهاية الفيديو. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير واشتراك وتفاعل من الفيديو وتفاعل مع الفيديو، وسيب لي تعليق حتى ولو بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم علشان الفيديو ينتشر ويوصل لأكبر عدد من الناس. وكان معاكم أخوكم علاء سليم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في حفظ الله.